بدأت القصة في موناكو، وهناك أظهر موهبته للعالم. بعدها خد تجربة إيطالية مليئة بالتحديات مع يوفنتوس، من سم الذهاب لشمال لندن ليصبح من أيقونات الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، وحرز جميع الألقاب الدولية مع منتخب الديوك، واختام المسيرة مع برشلونة وهو في قمة المجد عشان يسطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم: الغزال الأسمر تيري هنري. Vamos a ver Henry dentro del área. Henry la pega Henry. Thierry Henry. Oh, it's a wonderful moment. Votan para Leo Messi, busca el pase perfecto, va a llegar Henry. Oportunidad Henry. Gol del Barça. Pues tiene buen encaje. اتولد تيري دانييل هنري في 17 أغسطس 1977 في ليوليس، وهي منطقة صغيرة في ضواحي باريس، لأبوين وهما أنطوان ومارليز هنري. قضى طفولته في حي شعبي، وعلى الرغم من الأسرة كانت بتعيش في شقة صغيرة، إلا إن والده شجعه على ممارسة الرياضة واستثمار معظم طاقته في ألعاب القوة. اعتاد أنطوان اصطحاب هنري لمباريات كرة القدم المحلية، وسرعان ما أصبح من الواضح إنه لاعب كرة قدم ممتاز مقارنة طبعا بالأطفال اللي في سنه. انضم لفريق الناشئين في ليوليس، ولما وصل 13 سنة كان بيلعب لفريق تحت 15 سنة في فيري شاتل. ولما انفصل والديه أخذت والدته إلى أورسي لانضمام لمدرسة ألكسندر فليمنج بحيث يركز أكتر على كرة القدم. وفي سن ال 14 سنة تم اختياره في أكاديمية كليفرنتين التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وخلينا أقول لك الأكاديمية دي فعليا هي كنز الديوك وسلاحها السري، لأنها بتقدم برامج تطوير لكل الأطفال من أعمار 13 ل 15 سنة، وبيتم اختيار 23 منهم سنويا عشان يفضلوا بالأكاديمية طوال الأسبوع. وبيكون التركيز بشكل قوي على القدرات الشخصية والفنية للاعب، مش فلسفة اللعب الخططية بحد ذاتها. طلع منها لعيبة زي هنري وأنيلكا وجيرو ومؤخرا كيليان امبابي. وأثناء وجوده في الأكاديمية وقع هنري عقد مع مدرب موناكو ساعتها أرسن فينجر، وظهر لأول مرة كمحترف في سنة 94 لما خسر فريقه 2-0 ضد نيس الفرنسي. وسجل الناشئ صاحب ال 17 سنة ساعتها أول هدفين في مباراة رسمية ليه ضد لانس في الدوري. وأكيد طبعا ما خدش غير عدد دقايق محدودة جدا، ولكنه ساهم في ال8 مباريات دول ب4 أهداف. الموسم اللي بعده لعب 18 مباراة، ولكنه ما خدش غير عدد دقايق بسيط جدا بيعادل 6 ماتشات مثلا، وقدر يسجل 3 أهداف. ولكن كل ده كان مجرد تسخين عشان ياخد خبرات بالتدريج، وده فعلا اللي حصل في الموسم اللي بعده. في سنة 96 أصبح هنري أفضل لاعب شاب في فرنسا، لأنه بدأ ياخد وقت دقايق محترم، وطبعا في مركزه المفضل كمهاجم، وقدر يسجل 9 أهداف في الدوري يساهم بيهم طبعا في فوز موناكو بالدوري. يتم استدعائه لقائمة فرنسا للشباب المشاركة في بطولة أوروبا تحت 18 سنة، وبيصبح هنري القائد خلال الفئات السنية للمنتخب الفرنسي. وبتبدأ الصحف تحط أنظارها عليه، لأنه مش بس جاله عروض خارجية من كبار أوروبا، ولكن كمان حجز مكان في قائمة فرنسا كأس العالم 98. والموسم ده كان غريب جدا بالنسبة لهنري، لأنه مسجلش غير 4 أهداف بس في الدوري، واللي خسروه ساعتها بفرق 9 نقط على لانس البطل ساعتها. ولكن في دوري الأبطال الموضوع كان مختلف تماما، لأنه قدر ساعتها يسجل 7 أهداف ويصنع 1، يعني 8 مساهمات في 9 ماتشات. ولكن للأسف الدوري الاستثنائي ده ساعتها ما كانش كافي إنهم يكسبوا البطولة، لأنهم خرجوا ساعتها من نص نهائي ضد يوفنتوس. مباراة الذهاب خلصت 4-1 لليوفي، وهو ما شاركش غير في 23 دقيقة بس. مباراة العودة لعب 90 دقيقة كاملة وسجل ساعتها هدف، ولكن المباراة خلصت 3-2 لموناكو، ودي ما كانتش كافية طبعا. وبتخلص مغامرتهم في النسخة دي من دوري الأبطال لحد النقطة دي. بيجي مونديال 98 والمقام طبعا بفرنسا، واللي كانت مجموعتها سهلة نسبيا. مباراة الافتتاح ضد جنوب افريقيا، واللي شارك فيها هنريك من البداية كجناح يمين بسبب تواجد جوركايف كجناح شمال، وقدر ساعتها هنري يسجل اول اهدافه في المونديال. ومباراة تانية ضد المنتخب السعودي، واللي سجل فيها هنري هدفين. المباراة اللي بعدها محبش المدرب إم كوي انه يخاطر بالشاب هنري صاحب ال20 سنة في مباراة الإقصائية، وعلشان كده كان بينزل بديل وحل من على الدكة. قدرت فرنسا تعدي باراجواي في مباراة صعبة بعد شوطين إضافيين، وكسبوا إيطاليا بعدها بلنتيات، والماتش اللي بعده كسبوا كرواتيا 2-1 عشان يصعدوا للنهائي. والمباراة طبعا كانت ضد البرازيل، والمباراة دي الوحيدة اللي ما شاركش فيها هنري، واكتفى انه يشاهد فوز رفاقه بالمونديال من على الدكة عشان دي تكون أول بطولاته الدولية مع منتخب بلاده. وصل لهنري عرض من كبار أوروبا بعد أداؤه الملفت للانتباه، ولكنه اختار انه يكمل مع موناكو. وبعد ما لعب نص الموسم مع موناكو بيوصل له عرض تاني من إيطاليا لمزاملة رفاق المنتخب الوطني، وهم ديشام وزين الدين زيدان.
وطبعا وافق هنري على أول تجربة خارج فرنسا. في منتصف موسم 98-99 قرر يوفنتوس ضم هنري مقابل 12.5 مليون جنيه استرليني، وهنري ساعتها كان بدأ يجذب الانتباه في أوروبا بفضل أداؤه الجيد مع موناكو والمنتخب الفرنسي طبعا، حيث كان جزء من الفريق اللي فاز بكأس العالم 98، وكانت التوقعات عالية لما انضم اليوفنتوس. ولكن هنري واجه عدة تحديات خلال فترته القصيرة في اليوفي، وده كان بسبب اختلاف في مركز اللعب في يوفنتوس، لأن هنري لعب كجناح بدل من مركز المهاجم الصريح، وده اللي كان مرتاح فيه أكتر ومادي فيه بشكل كويس. التغيير في المركز قلل من فعاليته وأدى لصعوبته في التكيف مع أسلوب اللعب الجديد، وبسبب طبعا اللعب الدفاعي في إيطاليا. كان الدوري الإيطالي في الوقت ده معروف بالأسلوب الدفاعي الصارم، وده ما كانش مناسب تماما لأسلوب هنري الهجومي واللي بيعتمد على السرعة والمساحات الواسعة، بالإضافة للضغط الكبير والتوقعات العالية عليه. فهنري كان لسه شاب ساعتها، ولكن كان متوقع منه كتير لأنه هيلعب لنادي بحجم يوفنتوس، فالضغط الكبير والتوقعات العالية أثرت على أدائه وزادت من صعوبة التكيف في بيئة وثقافة مختلفة. وما ينفعش ننسى طبعا نقص الفرص اللي على الرغم من موهبته ما حصلش هنري على فرص كتيرة لإثبات نفسه، كان بيلعب بشكل متقطع وما قدرش يلعب باستمرارية تساعده على تطوير أدائه. فعلشان كل الأسباب دي في مايو 99 كان هنري بطل العالم بيلعب في يوفنتوس وهو في سن 21 من عمره، لكنه ما كانش مبسوط من الوضع، ما كانش عاجبه انه يطلب منه يدافع، ما كانش بيحب الجانب التكتيكي ده من الكالتشيو، كان متضايق من سماع صفارات الاستهجان من مشجعين ناديه. وده اللي اعترف به هنري فيما بعد قائلا: لم أكن أستمتع بنفسي على الإطلاق، شعرت وكأنني كنت سأخسر رغبتي في لعب كرة القدم. وعشان نربط الأحداث، وفي بداية موسم 99-2000 بيخسر أرسنال نجمه الشاب الواعد نيكولاس أنيلكا لصاحب ريال مدريد عشان يصبح النادي الإنجليزي في ورطة، بعد ما كان الفرنسي مرشح علشان يكون أسطورة جديدة للمدفعجية. وعلى الجانب الآخر كان هنري بيعاني الأمرين في يوفنتوس قبل ما تتغير مسيرته رأسا على عقب مع النادي اللندني والمدرب اللي أظهره في فرنسا وهو 17 سنة مع موناكو. هنري ما كانش المرشح الأقوى لخلافة أنيلكا، ولكنه كان مختلف تماما ومتنوع أكتر منه، وبيجيد اللعب بشكل جماعي وممكن يلعب كجناح أو مهاجم، أو بسبب تحكمه العالي بيقدر يخلي كل شيء ممكن والكرة معاه. علشان في 3 أغسطس 1999 تيري هنري بيوقع رسميا لأرسنال قادما من يوفنتوس، والباقي كان للتاريخ حرفيا. دفع أرسنال 11 مليون جنيه استرليني من أجل هنري عشان يكون وقتها هو الصفقة الأغلى على مدار تاريخه. التخبط اللي عاشه هنري مع يوفنتوس وتعويضه لنجم بارز بحجم أنيلكا وضعت الضغوط عليه من بدري. هنري في أول 7 ماتشات في الدوري ما سجلش ولا هدف، وكان أول هدف له ضد ساوثهامبتون في الدقيقة 79 بعد أسيست من توني آدمز عشان يسجل غزال أول أهدافه في البريمير ليج. بعدها فضل هنري 7 ماتشات تانيين برضه ما سجلش، منهم ماتشات ما لعبش ومنهم اللي كان بره القايمة. يعني كده بعد مرور 15 جولة من الدوري ما كانش هنري مسجل غير هدف واحد لا غير. ولكن بعدها بيتحول هنري تماما بداية من ماتش ديربي كاونتي. قدر هنري ينهي الموسم ب 17 هدف و8 اسيست، يعني 25 مساهمة في 31 مباراة. كان أداء خرافي من هنري، ولكن أرسنال احتل المركز الثاني بجدول البريمير ليج خلف مانشستر يونايتد. وبالنسبة للمنافسة الأوروبية فأرسنال طلع من الأبطال وهيلعب في اليوروبا ليج، وساعتها هنري سجل في كل الأدوار وكل الماتشات اللي لعبها ما عدا ماتش واحد بس. قدر يسجل 7 أهداف ويصنع أسيست في 8 ماتشات، يعني تقدر تقول إنه وصل الفريق لنهاية اليوروبا ليج بإيده. ولكن الحظ برضه ما كانش حليفه تماما. بيخسر البطولة دي في النهائي بضربات الجزاء بعد إهدار فييرا ودافيد شوكر عشان ينتهي الموسم هنري الأول ب 26 هدف و9 أسيست. وصحيح إن كان موسم سيء لأرسنال، لكن الجميع أيقن إنه خرج بأسطورته الأهم على مدار تاريخه. بيحجز هنري مكان أساسي في قائمة فرنسا المشاركة في بطولة يورو 2000 عشان بعد ما يخلص موسمه مع أرسنال بيطير على هولندا للمشاركة مع المنتخب. وفي أول مباراة المنتخب الفرنسي في المجموعات بيسجل هدف في فوز فرنسا بثلاثية نظيفة ضد الدنمارك، وفي المباراة التانية ضد التشيك بيسجل وبيصنع في مباراة كان هنري نجمها الأول. وبيقرر مدرب روجيه مي بيريحه في المباراة الثالثة ضد هولندا بعد ما ضمن الصعود. ولكن المفاجأة هنا كانت فوز هولندا بعد مباراة انتهت 3-2 لصالح أصحاب الأرض عشان تحتل هولندا المركز الأول وفرنسا المركز الثاني وتاخد المسار الأصعب في البطولة. مباراة ربع النهائي ضد إسبانيا بيكسبوا 2-1 عشان يواجهوا البرتغال في نص النهائي. المباراة كانت صعبة جدا، بدأت بهدف للبرتغال، بعدها هنري بيعدل النتيجة في الدقيقة 50 وتروح المباراة إكسترا تايم، وفي الدقيقة 117 بيسجل أسطورة زين الدين زيدان هدف الفوز وبيعلن صعود فرنسا للنهائي عشان يضربوا موعد مع إيطاليا.
الهدف الذهبي الأشهر في تاريخ اللعبة تقريبا كان من نصيب ديفيد تريزيجيه اللي كان نجم المباراة بكل تأكيد، فبعد صناعته الهدف التعادل لويلتورد في الدقيقة 93 بيسجل بنفسه هدف الفوز باللقب في الدقيقة 103 بعد أسيست روبرت بيريز عشان يحقق هنري لقب الدولي الثاني مع منتخب الوطني ويرجع لأرسنال بمعنويات عالية جدا. موسم 2000-2001 بيوصل لأرسنال زملاء هنري في المنتخب زي روبرت بيريز وسيلفان وولتورد، وطبعا بالإضافة لباتريك فيرا وجريماندي اللي كانوا موجودين قبل الموسم ده غير طبعا المدرب الفرنسي أرسن فينجر ونجم الفريق تيري هنري. فتقدر تقول كده الفريق كان عبارة عن منتخب فرنسي على صغير. هنري عمل رقم غريب الموسم ده وهنحتل المركز الثالث في صناعة الأهداف بالدوري بعد ما صنع 9 أهداف، وده نفس الموضوع برضه في التسجيل بحيث انه احتل المركز الثالث في قائمة الهدافين بتسجيله 17 هدف. ولكن كل ده ما كانش كافي لأخذ لقب الدوري من العملاق مانشستر يونايتد اللي كسب الدوري فرق 10 نقط عن المركز الثاني أرسنال. التوفيق ما كانش حليف أرسنال برضه في كأس الاتحاد الإنجليزي بحيث إنهم خسروا اللقب في المباراة النهائية ضد ليفربول بثنائية من الشاب مايكل أوين في 5 دقايق عشان تنتهي 2-1 وموسم صفر جديد. ورغم عدم تحقيقه لأي بطولات الموسم ده فكان هنري في المركز الرابع في البالون دور خلف أساطير زي شيفشينكو وزيدان والفائز لويس فيجو، ودي حاجة توريك قد إيه أداؤه كان طاغي ومش محتاج لبطولات عشان تبروزه، ولكنها كانت بكل تأكيد هتفرق في الترتيب. أرسنال بيدعم الفريق في الموسم الجديد بفان بروكست الهولندي والإيفاري كولو توري شقيق يا توري، بالإضافة طبعا لسول كامبل في الدفاع والقادم من الجار والخصم اللدود توتنهام. أرسنال بدأ الدوري بشكل قوي جدا ومش هنري بس اللي تألق، ولكن حابب أقولك الموسم ده كان كويس هجوميا ودفاعيا بحيث إن كمان كان في 5 لعيبة معديين 10 أهداف وهم فريدي لوينبرج وروبرت بيريز ودينيس بيركام وسيلفان ويلتورد، وطبعا نجم الفريق هنري صاحب 31 هدف في الموسم. هنري سجل 24 هدف وده كان رقم ممتاز جدا قدر يساب بيه هداف الدوري لأول مرة في مسيرته، وده طبعا بالإضافة ل6 أسيست في الدوري يعني 30 مساهمة في 33 مباراة. تألق نجوم الجانرز خلاهم يقدروا يحسموا لقب البريمير ليج أخيرا بعد تحقيق 87 نقطة بفرق 7 نقط على الوصيف ليفربول. مش بس كده، لا كمان قدروا يكسبوا ثنائية محلية بعد فوزهم بالدوري، بيروحوا يكسبوا تشيلسي 2-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. He's got the better of Terry. Freddie Ljungberg. عشان يطير هنري التمثيل المنتخب الوطني في كأس العالم 2002 في كوريا، واللي كان أقل كلمة تتقال عن مشاركة فرنسا حاملة اللقب إنها كانت كارثية جدا. فبداية بالمباراة الافتتاحية ضد السنغال والخسارة بهدف من بابا ديوب، والكارثة ما جاتش لحد هنا وبس، ففي المباراة التانية بيطرد هنري في أول 25 دقيقة فقط، وده كان ضد المنتخب الأوروغواني، وبيكمل المنتخب الفرنسي المباراة ب10 لعيبة بس عشان تنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويتحط الديوك في ممازق حقيقي. والمباراة الأخيرة كانت ضد الدنمارك واللي قدرت تكسب فرنسا بثنائية نظيفة وتحت أنظار هنري المطرود من المباراة اللي قبلها عشان تحتل فرنسا المركز الأخير كمتزايل المجموعة، وخروج كان غير متوقع تماما لأبطال العالم. واللي بعدها مش المدرب روجيه مي بعد انتهاء البطولة. موسم 2002-2003 وده أنا بعتبره أفضل موسم فردي لتيري هنري في مسيرته الفردية، لأنه كان شاهد على تطور هنري من جناح واعد إلى واحد من أفضل المهاجمين في الدوري خلال أول 3 مواسم في شمال لندن، وفاز بالثنائية المحلية وأول حذاء ذهبي تحت قيادة فينجر في الموسم اللي قبله. واجه أرسنال وهنري منافسة شديدة من مانشستر يونايتد وهدافه النجم رود فان نيستلروي، واللي اختير كأفضل لاعب في الموسم اللي قبله من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، على الرغم من انه انا السباق للحذاء الذهبي بفرق هدف خلف تيري هنري. ولكن هنري ما كانش من نفس نوعية فان نيستلروي او حتى معاصريه في الدوري الانجليزي الممتاز، بحيث كان مهاجم ارسنال بيقدم افضل ما لديه خارج منطقة الجزاء. كانت الاهداف بتتعمله من العدم بسبب قدرته السهلة على خلق الفرص بدل من الرغبة المستمرة في انهائها. ما كانتش الدفاعات الدوري الانجليزي الممتاز قادر على التعامل معاه، وفينجر كان مستعد لمنح نجم حرية التصرف في اي مكان في الملعب، مما يسمح لهنري بالتحرك للمناطق اللي بيشعر انه قادر على احداث اكبر قدر من الخطورة فيها، وفي اغلب الاحيان كان بيتطرف على الجبهة الشمال بحيث كان بيعمل ببراعة لجانب روبرت بيريز واشلي كول لخلق عدد كبير من الهجمات اثناء الاستحواذ على الكورة. ونادرا جدا لما تلاقي هداف عظيم بيتصرف من غير انانية صالح الفريق. ومع حلول شهر نوفمبر كان أرسنال في صدارة الدوري، وبدأ هنري لا يمكن إيقافه ممتاز ضد توتنهام في ديربي شمال لندن، وثلاثية رائعة في دوري أبطال أوروبا ضد روما.
وبعد فوز مثير في راس السنة الجديدة على تشيلسي في الهايبري، بلغ رصيد هنري في الدوري 12 هدف و7 تمريرات حاسمة. على الرغم من سجل التهديف اتحسن، ولكن كان الجانرز بيتعثر في سباق اللقب. وبعد مباراتين أحرز هنري ثلاثية متتالية ضد غريمه اللندني وست هام قبل ما يسحق مانشستر سيتي بمجهود فردي رائع، بحيث سجل هنري هدف وعمل اسيستين لكل من روبرت بيريز وسول كامبل في فوز 5-1 على ملعب مانشستر سيتي. وفي آخر شهر أبريل بنشوف مواجهة عنيفة مع منافسه على لقب مانشستر يونايتد في الهايبري، وكان الأمر متروك مرة تانية لنجم الجانرز لحسم النتيجة، حيث سجل هنري هدفين في التعادل 2-2 ضد فريق السير أليكس فيرغسون اللي ظل بلا هزيمة من ساعة الهزيمة ضد ميدلسبرا. شاهد الأداء الرائع اللي قدمه فريق فيرغسون نجاح يونايتد في تعويض تأخره ب8 نقط عشان يصدر الدوري، وده كان بفضل أهداف فان نيستلروي وبقية اللعيبة. المهاجم اللي كان سجل في كل المباريات ال8 الأخيرة من الموسم، وأنهت الهزيمة ضد ريدز المهدد بالهبوط أمال الجانرز في محافظة الفريق على اللقب. ولكن على الرغم من فرصته في حسم الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين، ظل هنري وافيا لنفسه كلاعب بيركز فقط على الفريق. وشهدت المباراتين الأخيرتين من الموسم فوز أرسنال الساحق على ساوثهامبتون 6-1 في ملعب هايبري، وفي آخر مباراة في الموسم ضد ساندرلاند بيسجل هنري عشان يفتتح التسجيل، وبعدها بيصنع هاتريك أسيست لزميله ليون بيرج اللي سجل هاتريك أهداف عشان يصبح هنري أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بيوصل ل20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، وهو رقم قياسي محدش قدر يعمله غير دي بروين في موسم 2021. بس الفكرة إن دي بروين دي مهمته الأساسية من الأساس، ولكن هنري المهاجم طبعا. وفي نفس الوقت كان هنري أول لاعب يسجل ويصنع 20 هدف في الموسم في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، ومحدش عملها بعده غير ليونيل ميسي بعد ما سجل هنري 24 هدف وصنع 22 أسيست عشان يكون هنري مساهم في 46 هدف في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان يقدر هنري بكل تأكيد إنه يركز على نفسه وإنه يفوز بالحذاء الذهبي المرة التانية، ولكن في أغلب الأوقات كان بيفضل الجماعية بشكل أكبر، وكان عزف شكل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ساوثهامبتون، في حين تم مكافأة أفضل موسم لهنري في مسيرته بمجموعة من الجوائز الفردية، بحيث تم اختيار فرينزي كجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة اللعيبة المحترفين، وجائزة أفضل لاعب في رابطة كتاب كرة القدم، وتم التصويت عليه من قبل زملاء المحترفين كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه ما خدش الجائزة الأهم وهي الإف بي واللي راحت لنجم مانشستر يونايتد رود فان نيستلروي. وبيطير هنري الواجب الوطني مع المنتخب في كأس القارات 2003 واللي كان فيها هنري بيعتبر نجم البطولة الأول، بحيث سجل هدف الفوز في مباراة الافتتاح ضد كولومبيا، وبعدها جون وأسيست ضد نيوزيلندا في مباراة انتهت بخماسية نظيفة للديوك عشان يتصدروا المجموعة بتاعتهم. بعدها بيسجل ويصنع في مباراة نص النهائي ضد تركيا عشان يصعد بفرنسا لمباراة النهائية، والفاينل ده كان ضد السنغال في مباراة صعبة راحت الإكسترا تايم، ولكن قدر هنري يحسم المباراة والبطولة بهدف في الأشواط الإضافية عشان يكسب هنري بطولته الدولية الثالثة مع المنتخب، وعلشان يكون كده هنري كسب كل البطولات الدولية ممكنة مع منتخب بلاده. ولكن كل ده ما كانش كافي لفوز هنري بالبالون دور بعد ما احتل المركز الثاني خلف بافن نيدفيد، واللي كتير بيعتبرها أكتر كرة ذهبية مثيرة للجدل في التاريخ. صحيح كانت صدمة لهنري ولمحبيه ومتابعين كرة القدم، ولكن اللاعب بعد تخطي الموضوع كان مهتم بالموسم اللي بعده مع الجانرز واللي هيكون تاريخي بمعنى الكلمة. الموسم الأسطوري 2003-2004 الموسم اللي حقق فيه هنري وأرسنال التاريخ، بحيث أتموا موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل بدون خسارة مباراة واحدة، دوري الانفنسيبلز أول لا هزيمة. في الموسم المكون من 38 مباراة فاز الجانرز في 26 مباراة وتعادل في 12، إنجاز محدش عمله قبل كده وصعب جدا نشوفه بيحصل مرة تانية في الدوري الإنجليزي. قدم تيري هنري موسم رائع بحيث سجل 30 هدف في الدوري و39 هدف في جميع المسابقات، وقدم بعض من أفضل المباريات اللي عملها مهاجم على الإطلاق. طبعا ما ينفعش ننسى إنه لو ما قدرش أرسنال من نهاية الموسم دون هزيمة في موسم 2003-2004 كان ممكن يبقى موسم مش كويس، بحيث كان أداء النادي ضعيف في المسابقات التانية زي دوري أبطال أوروبا واللي خرج منه أرسنال في دور ربع النهائي، والرغم من مساهمة هنري في 12 هدف فيه وخسارتهم من الدرع الخيرية ضد مانشستر يونايتد في بداية الموسم. ولكن خلينا نرجع للدوري واللي في أي وقت من الموسم ما كانش أرسنال في الدوري أقل من المركز الثاني، وشهدت فترة منتصف الموسم 9 انتصارات متتالية بيها وصل الفريق للمركز الأول، وفضل هناك للمباريات ال18 المتبقية. لا يمكن المبالغة في تقدير مساهمة هنري في موسم اللا هزيمة، فبالإضافة لأهدافه ال30 فإن وجوده القوي على أرض الملعب جعل دفاعات الخصوم بترجع لمنطقتها بسبب الخطر اللي كان بيسببه، بحيث كان هنري من أسرع اللاعبين في الدوري وكان ماهر جدا في تجاوز المدافعين، فعشان كده كانوا غالبا تراجع لمنطقتهم محاولة مواجهة الفرنسي.
بالإضافة طبعا لأن أرسنال كان عنده كتير من اللعيبة أصحاب الجودة العالية جدا في اختراق الدفاعات. موسم 2003-2004 زاد من شهرة هنري وأرسنال. طبعا كان أرسنال هو الفريق الأكثر إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان من أهم الأسباب طبعا في كل ده بيعود لموهبة هنري الكبيرة، وطبعا زي ما قلت وجود زمايله من اللعيبة الفرنسيين الدوليين زي سيلفين وولترد وروبرت بيريز وباتريك فيرا اللي جنبه، وده سمح لهنري إنه يطلع أفضل ما عنده وإنه يكون واحد من أبرز اللاعبين في جيله. بين هنري موسم تاريخي بمساهمته في 54 هدف بحيث سجل 39 هدف وصنع 15 عشان طبعا ياخد هنري هداف الدوري المرة التانية في مسيرته وأفضل لاعب في الدوري المرة الأولى في مسيرته من ال FBA، وطبعا دي الجائزة الأهم. وبسبب رقمه العالي في الدوري بيسجل هنري اسمه في قائمة الفايزين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي. وبعد الموسم العظيم ده احتل هنري المركز الرابع في البالون دور خلف كل من ديكو ورونالدينو وشيفشينكو الفائز، عشان تستمر البالون دور في المعاندة مع الغزال الفرنسي. الموسم اللي بعده ما كانش ناجح على مستوى البطولات بالنسبة لأرسنال بسبب خسارة الدوري ضد تشيلسي اللي كان عامل موسم جبار جدا دفاعيا بقيادة السبيشال 1 جوزيه مورينيو، وكمان انتهى مشوار الفريق بدور الأبطال بعد خروج بدري جدا وتوضيحهم من البطولة في دور 16 على يد باير بعد ما خسروا 3-1 في مباراة الذهاب، وفي مباراة العودة بيسجل هنري هدف، ولكن ده ما كانش كافي بكل تأكيد للصعود. النقطة الوحيدة المضيئة في الموسم هو فوز أرسنال بكأس الاتحاد ضد الغريم يونايتد في النهائي. أما على الجانب الفردي فهنري طبعا بيستمر في التألق وبيقدر يكسب هداف الدوري الإنجليزي المرة التانية على التوالي، دي كانت التالتة في مسيرته بعد ما سجل 25 هدف بالإضافة لأنه صنع 13، وده كمان خلاه يكسب الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة التانية على التوالي. موسم 2005 بالنسبة لأرسنال ما كانش موفق تماما، وبيعتبر كانوا راميين طوبة الدوري من بدري وبدأوا يركزوا على دوري الأبطال أكتر، وده اللي هيبان كمان شوية. أرسنال بدأ الموسم بخسارة الدرع الخيري ضد تشيلسي 2-1. والأحزان ما وقفتش هنا، لا كمان احتل المركز الرابع في الدوري ب67 نقطة ورا ليفربول ويونايتد وتشيلسي بطل الدوري واللي كسبوا ب91 نقطة. ولكن كالعادة مهما كان مستوى الفريق زي ما شفنا فأداء تيري هنري مش بيتأثر ودايما بيقدم كل اللي عنده، فقدر هنري بعد ما سجل 27 هدف يكسب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في مسيرته والثالث موسم على التوالي، وده كان رقم استثنائي محدش قدر يكسره لحد النهارده. بالإضافة لصناعته 7 أهداف بيكون هنري مساهم في 34 هدف من أرسنال على موعد مدى تاريخي لأنهم كانوا صابين كل اهتمامهم بالبطولة دي. غاب هنري عن أول ماتشين في المجموعات بسبب الإصابة، والماتشين انتهوا بمكسب للجانرز. بعدها لعب هنا المباراة الثالثة ضد سبورتنج براغا وسجل هدفين الفوز بالمباراة، وبالهدفين دول أصبح تيري هنري الهداف التاريخي لنادي أرسنال في 17/10/2005. وبرضه في العودة ضدهم برضه بيسجل هدف فوز أرسنال بثلاثية نظيفة عشان يتصدر أرسنال مجموعته ب16 نقطة والقرعة تحطه في مواجهة نارية مع سيد البطولة. مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو ضد جلاكتيكوس ريال مدريد بيكسب أرسنال 1-0 بهدف لتيري هنري، ده اللي سهل المهمة نوعا ما في مباراة العودة. والعودة على ملعب الهايبري انتهت بتعادل سلبي عشان يكون صعود تاريخي لأرسنال ضد ريال مدريد. مباراة ربع النهائي ضد يوفنتوس ودي كانت فرصة لهنري عشان يثبت نفسه ويرد على المشككين في قدراته، واللي أكيد هنري مش هيفوت فرصة رد الاعتبار زي ما بنقول. وبالفعل بيتمكن هنري بشارة القيادة ضد فريقه السابق وبالتعاون مع فابريجاز بالتلاعب بدفاعات يوفنتوس، بحيث الهدف الأول سجل فابريجاز في الدقيقة 40 بأسيست من الغزال هنري، والهدف الثاني من هنري بأسيست من فابريجاز عشان يضع أرسنال قدما وساق في دور نص النهائي من دوري أبطال أوروبا، وده اللي اتأكد رسميا بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي ضد يوفنتوس عشان يصعد أرسنال رسميا لنص نهائي دوري الأبطال لمواجهة فريق طموح جدا وهو فياريال بقيادة ديوجو فورلان وريكيلمي. مباراة الذهاب في ملعب أرسنال بتنتهي بهدف نظيف لكولو توري بأسيست من ألكسندر هيل. ما قدرش فياريال في العودة يعوض النتيجة بحيث المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وعلشان رسميا بيصعد أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عشان يواجه برشلونة صاحب اللقب الوحيد ساعتها. مباراة عصيبة جدا تاريخية بمعنى الكلمة. بتبدأ المباراة بطرد غير متوقع تماما على الحارس جينس ليمان في الدقيقة 20 من أحداث المباراة، فبيطلع فينجر روبرت بيريز وينزل مكانه الحارس البديل مانويل ألمونيا. بتستمر أحداث المباراة لحد الدقيقة 37 وبيكسر سول كامبل التعادل السلبي بهدف من أسيست لهنري، وبينتهي الشوط الأول على كده. لعيبة أرسنال بتحاول تتماسك على قد ما تقدر، ولكن
Slipped into Larson. On goes Eto'o. هدف من إيتو في الدقيقة 76 وبيتبعوا بيليتي في الدقيقة 81 بهدف المكسب. 2006 is the year that Barcelona returned to the summit of European football. هنري بيطير لألمانيا للعب المونديال الثالث في مسيرته مع الديوك عشان يرافق زيدان في آخر مبارياته. المباراة الأولى وهي مباراة الافتتاح بتنتهي بتعادل سلبي ضد سويسرا وبتزداد الشكوك تاني حول المنتخب الفرنسي. المباراة التانية ضد كوريا الجنوبية بتنتهي بالتعادل اللي جابه برضه بعد ما سجل تيري هنري هدف التقدم للديوك. وآخر فرصة المنتخب الفرنسي في المجموعات ضد منتخب توجو واللي فيها أخيرا بتكسب فرنسا بهدف نجمي أرسنال باتريك فييرا وهنري. بتصعد فرنسا عشان تلعب اسبانيا وبتكسب نتيجة 3-1 عشان تقع مع جيل تاريخي منتخب البرازيل. مباراة شهدت واحدة من أعظم الأداءات الفردية في تاريخ كأس العالم للأسطورة زين الدين زيدان واللي ختم أداؤه العظيم بأسيست الهنري في الدقيقة 57 من أحداث المباراة عشان تصعد فرنسا نصف النهائي لمواجهة المنتخب البرتغالي بقيادة لويس فيجو والشاب كريستيانو رونالدو. مباراة صعبة على كلا الطرفين بتنتهي بهدف زيدان والمرة دي الأسيست جه من هنري أشير تماما. هنري عاد مخيب الآمال جدا، فتخيل تخسر أهم بطولتين في كرة القدم في نفس الموسم وده بعد ما قدمت أداء عظيم في البطولتين. فهي كرة القدم كانت معندها هنري جدا في الفترة دي. وطبعا مش محتاج أقول لك أن احتل المركز الثالث في البالون دور بعد كانافارو وجانويجي بوفون أبطال العالم مع المنتخب الإيطالي على حساب هنري ورفاقه. موسم 2006-2007 كان مخيب للآمال لهنري وده ما كانش بسبب الأداء السيء ولكن بسبب الإصابات الكتير في الموسم ده. تعرض هنري لعدة إصابات أثرت على قدرته على المشاركة بانتظام مع الفريق. من بين الإصابات دي كانت مشاكل في عضلات الفخذ والظهر مما أجبره على الغياب عن حوالي نصف الموسم أصلا. ورغم الغياب الكبير لهنري كان بيسيب بصمته في كل مرة بيحضر فيها في الدوري. فعندك مثلا أرقامه بعد ما شارك في 17 مباراة في الدوري سجل 10 أهداف وصنع 4 يعني 14 مساهمة وده رقم كويس جدا وبيوريك قد إيه تأثير هنري كان عظيم جدا حتى وهو في أقل حالاته البدنية. موسم كان صعب جدا بسبب افتقاد أرسنال للنجم هنري وخروج روبرت بيريز وصول كامبل وأشلي كول كانتقال من النادي بالإضافة لاعتزال الأسطورة دينيس بيركام. كل دي كانت عوامل مؤثرة جدا في مشوار أرسنال في كل البطولات. فخرج النادي موسم صفري ولكن الأسوأ من كده كان هو أن العروض بتكتر لنجم الفريق هنري ولا بدأ بالفعل جديا بيستمع للعروض المرسلة إليه على من برشلونة وتطلع أنه يشارك مع الفريق في أقرب فرصة لإظهار رغبته في تقديم الأفضل للفريق. وتابع كلامه كانت مفاوضات طويلة وأخيرا تكللت بالنجاح. وخلنا أقول لك إن هنري قال بعدين إن انتقاله من أرسنال كان بسبب رحيل ديفيد دين نائب رئيس النادي بالإضافة لغموض مستقبل فينجر مع الفريق. انتهى هنري أسطورة الجانرز للنادي الكتالوني بعد 8 سنين قضاهم مع الفريق سجل خلالها 228 هدف بالإضافة ل 98 أسيست يعني 326 مساهمة في 364 مباراة. رقم استثنائي بيدل على لاعب يعتبر منظومة هجومية متكاملة بيسجل وبيصنع بكل الأشكال. قدر يكسب مع الفريق لقبين للدوري الإنجليزي وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي بالإضافة للحصول على لقب هداف الدوري 4 مرات وأفضل لاعب في الدوري مرتين. وأظهر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سعادته بالتعاقد مع هنري مش وائل فينجر في تصريحات لموقع نادي أرسنال الإنجليزي. أود أن نشكر هنري على المساهمة الكبيرة اللي بذلها لإنجاح النادي خلال السنوات ال8 الماضية. تبع كلامه بأن هنري كان لاعب رائع سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وباختصار هو أسطورة الأرسنال. لما انضم هنري أخيرا لبرشلونة في 2007 وجد نفسه في مواجهة عاصفة أيام فرانك ريكارد الأخيرة في النادي الكتالوني ودي ما كانتش الظروف المثالية للتكيف مع بلد وثقافة جديدة. ورغم أنه تمكن من أنهاء موسمه الأول في الكامب نو كأفضل هداف لبرشلونة إلا أن النقاد أشاروا إلى أن تسجيل 12 هدف في الدوري مش بيوفر قيمة كبيرة مقابل 24 مليون يورو على الرغم من مساهمته في 22 هدف في الدوري. ولكن بدأت الصحف بتحسس المشجعين بأن هنري مش هيقدر يكون مرة تانية لاعب حاسم لنادي على مستوى النخبة وإن أرسنال باع برشلونة لاعب فاشل. كان الفرنسي بيتعرض لانتقادات شديدة وكان بعيد عن بنته الصغيرة اللي استمرت في العيش في لندن. ممكن ما كانش هيقدر يتكيف في اسبانيا لولا تدخل مدير الفني الجديد. ففي وقت مبكر من توليه مسؤولية الفريق الأول لبرشلونة شعر بيب جوارديولا بأن في مشكلة مع اللاعب المخضرم تيري هنري فدعا بهدوء لاجتماع خاص واتكلموا الاتنين حوالين الحياة الأسرية بعيدا عن كرة القدم. نجح كل ما قاله جوارديولا. ففي الموسم الثاني له مع برشلونة بيعيد هنري اكتشاف شبابه
تحس إنه رجع بالزمن وشكل جزء لا يتجزأ من الثلاثي الناري مع صامويل إيتو وليونيل ميسي. ولعل أفضل ما بيتفكروا الناس هو أداؤه المميز، لسه عنده السرعة، وكان في ماتشات تاني من الجديرة بالملاحظة بحيث أثبت مستواه إنه لسه قادر على العطاء. ولعل ما بين الذكريات دي ثلاثية هنري في مرمى فالنسيا في ديسمبر 2008. كان هنري مسجل 6 أهداف قبلها في الدوري ودوري الأبطال، ولكن في مواجهة فالنسيا ما كانش حد قادر على إيقافه، وهو معادل لسان أيامه القديمة في أرسنال. وتعرض فريق فالنسيا اللي كان مليان بمواهب زي خوان ماتا وديفيد فيا وخواكين للتدمير، وكان هنري هو المدمر الرئيسي. خلى برشلونة متقدم ب6 نقط على أقرب منافسيه في صدارة الدوري الأسباني. وأثبتت ثلاثية هنري في غياب إيتو الموقوف إنه يمكن الاعتماد عليه لتقديم أفضل ما لديه لما كان جوارديولا محتاجه. وبعد شهرين أثبت ده مرة تانية في أوروبا بتسجيله هدف مهم خارج ملعبه، ملعب جرينلاند ضد ليون. فهدفه اللي جه من ركلة ركنية نفذها رافائيل ماركيز بيمنح برشلونة التعادل اللي كان أكتر مما يستحقه بعد أداء سيء في دور 16. وفي مباراة العودة لملعب كامب نو كان تيري هنري أكثر حسما، هيسجل هدفين في غضون 30 دقيقة. الهدف الأول كان زي هدفه في فالنسيا، بعدين هدفه التاني من داخل منطقة الجزاء، ورغم إنه ما قدرش يكمل هاتريك إلا إنه صنع الرابع لقيته بتمريرة متقنة، ويكمل أداء الرائع في الموسم ده بمشاركة أوروبية أيقونية لهنري مع برشلونة. فلما جاب بايرن ميونخ لملعب كامب نو لخوض ربع نهائي دور الأبطال في إبريل، كان هنري مستواه ممتاز مرة تانية، وزي ما كانت عادته ساعتها بدأ الفرنسي المباراة بقوة. وأول 12 دقيقة كان متقدم برشلونة بثنائية ميسي وإيتو، وفي الدقيقة 38 بينجح هنري بعد مراوغة أودو بإنه يصنع الهدف الثالث بعد كرة عرضية برجله الشمال لميسي. قبل ما يصفر الحكم من نهاية الشوط الأول، نجح الغزال في تسجيل هدف تاني بتسديدة دقيقة ما سابتش أي فرصة للحارس بوت. كان ده مثابة إعلان قوي عن نوايا برشلونة للفوز بالأبطال بعد ما أحرز الفريق 4 أهداف في مرمى باير في أقل من 45 دقيقة. وكان هنري مشارك بشكل مباشر في إعلان برشلونة كان متأهل لنص نهائي دور الأبطال. وانتهت الحملة الأوروبية في فوز برشلونة على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في ملعب الأولمبي بروما عشان يكمل الثلاثية التاريخية لبرشلونة. وقدر هنري أخيرا من الفوز بالبطولة الكبرى اللي أفلتت منه في حياته الكروية، واللي كان قريب جدا فيها مع أرسنال. ذات الأذنين دور الأبطال بتخضع أخيرا للغزال الفرنسي، ولعبت مشاكل الإصابة اللي بدت مؤكدة إنها تمنع المهاجم من السفر للاستاد الأولمبي، ومنعتهم من تكرار الأداء الرائع اللي قدمه في الأشهر ال8 اللي قبلها. وفي سن 31 بيسجل هنري 26 هدف و10 تمريرات حاسمة من الجناح الشمال، وما ظهرش بس ذكاء ولكن كمان أظهر تواضع في التكيف مع متطلبات مركز أقل تفضيل لصالح فريقه وهو الجناح الشمال. في موسم تاريخي مع برشلونة أنهى تيري هنري الموسم بميدالية، سجل 26 هدف في الدوري و5 أهداف في دور الأبطال. لعب هنري في أغلب فترات مسيرته على الجانب الشمال أثناء تواجده في برشلونة، واستخدم سرعته ومهارته في اختراق الدفاعات، وأنهى الموسم برصيد 26 هدف و10 تمريرات حاسمة في الدوري. مش محتاج أتكلم على مدى جودة الفريق، بحيث سجل النادي مع مجموع 105 أهداف في الدوري الإسباني واستقبل 35 هدف فقط. واكتملت الثلاثية لما فاز برشلونة ببطولة كأس الملك، منهيا واحدة من أنجح المواسم في مسيرة الأسطورة الفرنسي. بعد مرور سنة بس على فوزه بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، مكن هنري برشلونة من الاحتفاظ برضه بالدوري في الموسم اللي بعده، واللي كان برشلونة ساعتها في أقوى نقطة خلال تاريخه. وبحلول نهاية موسم 2009-2010 كان برشلونة وتيري هنري قد أضافوا 4 ألقاب أخرى لقمة إنجازاتهم بعد الفوز بالدوري بفارق 3 نقط بس على ريال مدريد. وما خسرش برشلونة غير مرة واحدة بس خلال الموسم في الدوري، وساعد هنري النادي الكتالوني على الفوز بكأس السوبر الأسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عشان يكمل الثلاثية التاريخية مع برشلونة. ورغم ان اخر موسم ما كانش الاكثر اهداف بالنسبة له، الا ان هنري ساعد الفريق بالمهارة والذكاء والخبرة. وبعد نهاية الموسم وفي سنة 2010 بيوقع هنري عقد لسنوات عديدة مع نادي نيويورك بولز عشان يعلن رحيله عن القارة العجوز. بعد سنتين في نادي بيرجع هنري الأرسنال ضمن اتفاقية إعارة لمدة شهرين، بعدين بيرجع لريد بولز في سنة 2012 برضه، وكان ساعتها اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي. وعشان يعلق حذاءه رسميا هنري في 2014 بمسيرة مليئة بالإنجازات، قدر يسيب الأسطورة بصمة لا تنسى في عالم كرة القدم، من شاب بدأ في موناكو إلى نجم أضاء سماء الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم بطل أحرز الألقاب مع منتخب فرنسا، وصولا لخاتمة مشرفة في برشلونة. ما كانش مجرد لاعب عادي، بل كان رمز للموهبة، السرعة والإصرار. لكن يظل الغزال الأسمر تيري هنري اسما محفورا بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ كرة القدم.